دارت فعالياتنا التي جئنا من اجلها لدعم النشر عبد الفتاح السيسي الرجل الصامت محب البلاد وشعب البلاد، ونحن الان على ارضكم الطاهره المباركه الملويه بعرق جبينكم. نبدا الان والكلمه مع الاستاذ محمد زياد رئيس جمعيه تنميه المجتمع المحلي بالكامل. تاني ما جاش حاجه، ما جاش كده بشرط. تاني ما جاش حاجه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. اهل قريه رضوان الكرام، نحن الان بصدد مؤتمر شعبي لدعم المدير السيسي. طبعا نتشرف بحضوركم كلكم حتى تظهر بلدنا بمظهر مشرف. طبعا امام ضيوفنا الكرام الساده الضيوف طبعا الاختلاف الشعبي لدعم السيسي نقدمهم طبعا مع احتفاظ بالارقام الاستاذ بشاره شوقي مركز معلومات لوزاره التضامن الاجتماعي، الاستاذ عبده شامل الكبير، الاستاذ رؤوف جسمي الشباب المصري، وكلكم الساده الاستاذ مجدي عبد الرحيم والاستاذه سميه الدين والاستاذه ميرفت ابو عبده. طبعا دول ائتلاف حمل الشمس الكبيره. الاستاذ حسن ابراهيم والاستاذ احمد المليجي اراده الشعب. نرحب بهم جميعا في ضيافتنا في قريه رضوان، وبنشكر الساده اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر الشعبي الحاج منصور عبد الكريم الجساس والحاج خميس والحاج ابراهيم عبد المجيد والحاج سامر كدموني والحاج السيد ابو سليم والحاج محمد عبد القادر والحاج احمد النمر وكل الساده القائمين على هذا العمل والحاج جمعه النبري. كل الناس هنتمنى ونشكرهم لهذا المجهود العظيم اللي قاموا بيه. وطبعا احنا النهارده بنتشرف بقريه رضوان بحضور هذه الكوكبه المضيئه من رجالات بورسعيد القائمين على هذه الحمله، كلنا قلبا وقالبا مع المشير السيسي كقريه رضوان فلاحيها وشبابها نسائها وشيوخها. بندعم المشير السيسي في هذه الحمله وان شاء الله الى الامام. الراجل الذي لبى النداء لما نداه شعبه ان ينزل ليثير همه الارهاب عن هذا الوطن، واحتلال الغاشم الممثل من الداخل وليس من الخارج يحتل وطننا وكاد ان يعصف بنا الى ما لا نهايه، فكان منبها لنداء الشعب. وفي المره الثانيه لما كلفه الشعب بالنزول بقواته المسلحه لينهي على الارهاب الغاشم الذي اثار الزهره في ربيع البلاد جنوبها وشمالها وغربها وشرقها، حتى كان الاب لا يامن على ابنه ولا على زوجته ان يخرج خارج منزلهما، فكان نداء الشعب الى المشير السيسي ان ينزل لينهض ببلدنا ويؤمنها، فلبى النداء ونفى النداء مره ثالثه. انما نداه الشعب مكلفا اياه بتفسير وطننا كقائدا لنا في مسيره مصر الحديثه لينهض بنا جميعا وبفلاحينا وبعمالنا وكل من جاء ليحيي هذا الوطن. كلنا يد واحده وقلب واحد مع المشير عبد الفتاح السيسي نؤيده وندعمه بقلوبنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساده الحضور والكلمه للاستاذ الشعب. والان نتكلم على الاستاذ محمد زياد رئيس جمعيه تنميه المجتمع المحلي بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. احنا طبعا عايزين الرجاله بتوع رجاله قريه رضوان يكون العدد اكبر من كده
كنا متوقعين ان احنا هيبقى عندنا 1500 النهارده حاضرين. القريه صغيره اولا، القريه مساحتها كبيره وعدد سكانها كبير، والقريه الناس كلها عارفينهم ان هم ناس وطنيين. احنا النهارده عشان نوجه الناس على الانتخابات الرئاسيه القادمه، واحنا ما بننساش ابدا فضل الرجال اللي بقفوا عشان خاطر مصر. وفي اعتقادي واعتقاد جميع الناس الموجودين، الشباب والرجال والشيوخ والاطفال والحريم اللي في البنات، مفيش حد من دول ما يعرفش وطنيه المشير عبد الفتاح السيسي، الرجل الذي قال عندما وجد خطرا على مصر اعطوني امر وتفويض، فادانا الامر والتفويض، ونزلنا يوم 30 يونيو نزلنا 33 دول مبهجه اللي احدثت خلل في جميع الداخليه في مصر العربيه، لان النداء لبى، والنداء لما يلبى يبقى فيه راجل صادق احنا امنين ان هو فعلا بيوجهنا للطريق السليم. المشير عبد الفتاح السيسي خرج مصر من ظلمات جامده جدا كنا هنواجهها حتى تاريخنا الان. احنا جايين النهارده بنقول احنا كلنا بنأيد ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهوريه مصر العربيه بكل فخر. التصريحات بتاعت عبد الفتاح السيسي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا بعمل 3 محاور اساسيه في البرنامج الانتخابي بتاعه. بينبه علينا احنا اللي بنقول للناس اللي زيكم على مستوى الجمهوريه. الائتلاف الاول او الحاجه الاولى بيأكد عليه 3 محاور. بقول لك التأكيد على صيغه الجمع، مش عايزين هعمل كذا واعمل كذا، هنعمل كذا. الحاجه الجديده اللي احنا بنسمعها لاول مره في جمهوريه مصر العربيه ان الرئيس بيقول انا ما بعملش حاجه لوحدي، انا بعمل كل حاجه معاكم. فاحنا عايزين نأكد للناس المواطنين ان احنا لما بنعمل حاجه ما تقولش الفريق عبد السيسي هيعمل كذا، قول هنعمل معاه كذا. ادي التأكيد الاولاني. التأكيد الثاني بيقول ايه؟ اكد على ان المصريين قادرين على كل شيء. شوف الثقه بتاعت الراجل فينا، بقول لك المصريين قادرين على كل شيء، انا قلت لهم اعملوا كذا هيعملوا. فالمصريين قادرين على كل شيء. ده التأكيد الثاني في المحاور اللي هو وضعها عبد الفتاح السيسي. النقطة الثالثة وهي الأهم إنه لا رجعة لما قبل 25 يناير. يعني احنا ما بنعتمدش الحرب قبل 25 يناير. دول ال3 محاور الرئيسية اللي قالهم المشير عبد الفتاح السيسي في اللقاء الأخير مع جمعية الأدباء والصحفيين. فاحنا بنسمع كلام راجل لأول مرة بيرشح رئيس الجمهورية واحنا عارفينه واختبرناه. احنا اختبرناه وزير داخلية وحربية. واختبرناه وهو ماسك مصر فترة من أصعب الفترات اللي عشناها. فإحنا مش عايزين نضيع وقتنا مع أي حد لأن الوقت والكلام اللي إحنا بنقوله ده له ثمن غير في الفترة القادمة. إحنا بنقول للناس يا جماعة اتفرجوا على التلفزيون امبارح والنهارده، واتفرجوا على البلاد الخارجية، اتفرجوا على السويد واتفرجوا على الإمارات والسعودية. المواطنين بتوعنا المصريين اللي بيشتغلوا هناك طالعين في واحد بيطلع من 350 كيلو من الدمام للرياض، ومن الرياض مش عارف ايه، وواحد في السويد بيمشي 1500 كيلو، وواحد في امريكا بيمشي 2000 كيلو بطياره عشان يروح يحط صوت. هو صوته ايه؟ هو احنا جايين علشان ناس ايه؟ هو انت بتفكر صوتك قليل؟ لا اسف. ده انت نزولك يوم اللجنه الانتخابيه ده حاجه فخر لمصر. فاحنا جايين بنقول للناس يا جماعه ساعه ما اي واحد يخرج للانتخابات ما يخليش ولا واحد في البيت عشان ننجح قدام العالم مش قدام مصر. احنا لا كلمه مصر بفضل الله ناجحين، انما احنا عايزين نقول للعالم ال 33 مليون اللي انت عايز تشاركوا فيها المره اللي فاتت طالع
40 مليون، واحنا متاكدين وواثقين بفضل الله ان الشعب المصري يطلع اكثر من 35 مش عايزين نقول 40. فاحنا من خلال قريه الرضوان اللي احنا بننتمي اليها، واحنا طبعا من المخالفه وانتم عارفين، والناس كلها حبايبنا في رضوان، وانا حبيت ابدا من رضوان وبعد كده المخالفه وبعد كده الكلام وبعد كده مع بعض. ان احنا بنقول احنا في الجنوب هنا ناس وطنيين بنحب مصر ونحب اللي بيحب مصر، وهو زي ما قال الراجل مصر وفي الدنيا وهي هتبقى اكبر من الدنيا. وانا هكتب الكلام دوت واطلع. والآن مع كلمة الأستاذ المحاسب بشارة شوقي بشارة مؤسس ائتلاف الشباب المصري موضحا أهم محاور برنامج الائتلاف للمشير. بسم الله الذي نصرنا بنصره وأكرمنا بكرمه الفياض. بداية أيها الحضور الكريم، أشكركم على كرم ضيافتكم ونبل أصلكم الطيب المنتمي لتراب هذا الوطن العزيز، ومحبتكم التي لمسناها فيكم لشخص السيد المشير عبد الفتاح السيسي زعيم مصر وقائدها ومديرها. يدا بيد نبني هذا البلد العزيز ونعمر ونشيد مصر الحديثة. الحضور الكريم، اليوم وفي هذا المحفل الحاشد الوطني الشعبي سنعرض على حضراتكم الخطوط العريضة لبرنامج السيد المشير عبد الفتاح السيسي. ويتكون البرنامج الانتخابي من 8 محاور أساسية تدور جميعها حول بناء مصر وتنميتها وتطويرها في جميع المجالات. أيها الحضور، فمصر هي الأمان وهي الخضراء بإذن الله، وهي عملاق اقتصادي عالمي بإذن الله، وهي جنة السياحة، وهي شمس العلم والأخلاق. فمصر خيرها كتير، وأنت وأنت في عيون مصر، فبكم مصر خالية من الفساد بإذن الله. سأمع حضراتكم الآن البرنامج، محاور البرنامج 8. بداية هذا الخطوات الأولى لتنفيذ البرنامج: أولا بناء هيكل الرئاسة كون من السيد رئيس الجمهورية بإذن الله عبد الفتاح السيسي. 2 هيئة مستشار الرئاسة تتكون من الآتي: نائب أول رئيس الجمهورية للأمن القومي، وهذا هو القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدق صبحي صالح. نائب رئيس الجمهورية للشؤون العامة، نائب رئيس الجمهورية للتنمية والاستثمار. مشاريع البرنامج 8 التي تحقق التنمية والتطوير: مصر الأمان، مصر الخضراء، مصر العملاق الاقتصادي، مصر جنة السياحة، مصر شمس الأخلاق، مصر خيرها كتير، التفاعل مصر، مصر خالية من الفساد. المحاور الداخلية: 1 توفير الأمن والأمان لإيجاد البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية والبناء. 2 انصياع كامل للقانون والدستور لتحقيق العدالة والمساواة والكفاءة التامة للحريات. 3 العمل بحياد وأمانة على تحقيق المصالحة الوطنية بين القوى السياسية المختلفة. 4 جميع المؤمنين ووفق كل اعتبار في الداخل والخارج. 5 النزاهة والمصداقية والشفافية لكسب ثقة المواطنين والمستثمرين محليا وعالميا. 6
تفعيل الخدمة العامة للشباب الذين لم يشملهم التجديد في مشاريع البرنامج. 7. تفعيل البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع والاستغلال الامثل لثروات البلاد. 8. تعيين اهل الخبرة والكفاءة في المواقع القيادية بعيدا عن الانتماء السياسي او الديني او العرقي. 9. تطوير المواطن المصري سلوكيا واجتماعيا ليواكب هذه النقلة الحضارية العملاقة. 10. الالتزام بتطبيق معايير الامن والسلامة والحفاظ على البيئة في كل المشاريع. الاهداف التي تحققها مشاريع البرنامج في 4 سنوات، وهي فترة المدة الرئاسية الاولى لرئيس الجمهورية باذن الله. في خلال هذه الفترة التي هي 4 سنوات سيتم الاهداف اللي هتتحقق في هذا البرنامج: اعادة الامن والامان في جميع انحاء مصر باقصى سرعة. يعني بداية اولوية البرنامج اعادة الامن والامان. 2. بناء مدينة القاهرة الاقتصادية لتكون مواكبة للشغل العالمي مثل هند كونغ وسنغافورة. 3. رعاية غير مسبوقة للحرفيين. اصحاب الحرف لهم حظ في البرنامج بتاع سيادة المشير، مش منسيين. طبعا الحرفيين كلهم يشملهم في اليدوية. استصلاح فوق 3 مليون فدان وتطوير الزراعة المحلية. هيبقى في امتداد للصحراء الغربية والشرقية اللي هو وادي التنمية اللي كان العالم فاروق الفاز كان اتكلم عنه من 20 سنة فاتوا. لا هو صحوا من انما هو عرضه من ايام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. دعم وتفعيل البحث العلمي لحل مشاكل مصر. تنظيم للامور في الدولة وحد ادنى لاجور القطاع الخاص. القطاع الخاص هيدخل ويتحدد له القدر الحد الادنى فيه مثل القطاع العام والحكومة. دخل اضافي ثابت لمصر لا يقل عن 30 مليار دولار سنويا. يعني هيعمل مشاريع تدخل لمصر دخل سنوي ثابت 30 مليار دولار. تطوير التعليم الاساسي والجامعي. رعاية المصريين بالخارج. توفير اكثر من 5 ملايين فرصة عمل جديدة. تطوير ودعم الخدمات الصحية ودعم العلاج. دعم نصف مليون اسرة معدمة ودعم موجه لمحدود الدخل. استكشاف ثروات مصر وادارتها بطريقة علمية لصالح مصر. تعمير وتنمية سيناء والصعيد والنوبة ومطروح. توفير مياه نظيفة للشرب في المدن والقرى المتضررة. تطوير جذري في قطاع السياحة. القضاء على الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة. رعاية خاصة لأولاد الشوارع وتأهيلهم. زيادة الموارد المائية لمصر. إحلال تخريج ميسر للعشوائيات. تأهيل فعل وإصلاح للمساكين. إنشاء 10 أحياء اقتصادية خيرية. رعاية لكبار السن وذوي خاصة. فرق إنقاذ بكل محافظة للتدخل السريع في الطوارئ والأزمات. أولا مشروع مصر الآمنة، وهو مشروع يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان في جميع أرجاء مصر وتحسين العلاقة بين الشرطة والشعب عن طريق الآتي: 1.
زيادة التواجد الامن الفعال في الشارع المصري. 2 القضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة وسرقة السيارات. 3 القضاء على جرائم قطع الطرق. 4 منع ورصد التعذيب ورصد المعتدين على الشرطة. 5 تنظيم المرور وتطوير الخدمات المرورية. 6 تخفيف ازدحام في الشوارع. ثانيا مشروع مصر الخضراء، وهو مشروع يهدف الى تحقيق طفرة في الزراعة والاكتفاء الذاتي في الغذاء الصحي عن طريق الآتي: 1 معسكرات زراعية للشباب لاستصلاح 3 مليون فدان. 2 اطماء الظهير الصحراوي للنيل بالصعيد. 3 انشاء 200 معسكر استصلاح سمكي للشباب. 4 زراعة منحة 1,000,000 فدان السودانية. 5 تحسين وتطوير الزراعة الحالية. 6 تنمية الموارد المائية لمصر. ثالثا مشروع مصر عملاق اقتصادي عالمي. يتضمن هذا المشروع التوسع في الاستثمار شرقا باتجاه سيناء ممثلا في محور تنمية خليج السويس، وغربا ممثلا بمنطقة رأس الحكمة العالمية الحرة في الساحل الشمالي لجذب السكان للخروج من الوادي الضخم ولتحويل مصر إلى إحدى أكبر مناطق الإنتاج العالمي كسنغافورة وهونج كونج، واستغلالا موقعنا الاستراتيجي من طرق التجارة العالمية ووفرة الأيادي العاملة لدينا كالمهندسين والفنيين والمحاسبين والإداريين عن أي دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكأحد أرخص أمور للأيدي العاملة المتميزة في المنطقة بعد تأهيلهم في مركز تأهيلي لتجهيز الأيدي العاملة للعمل في المناطق الحرة لإجادة اللغة الإنجليزية ودورات الأمن الصناعي والدورات الفنية والإرشادات السلوكية الحضارية لتواجب هذه النقلة الحضارية. وسيتم بإذن الله عمل معسكرات إنشائية ل100,000 شاب من شباب الخدمة العامة للعمل في تجهيزات البنية الأساسية وتوصيل المرافق لهاتين المنطقتين مع إعطائهما الأولوية المطلقة لمن يرغب منهم بالعمل بهما بعد إنهاء خدمتهم. رابعا مشروع مصر جنة السياحة. يهدف هذا المشروع لتطوير السياحة وتعظيم دورها كمصدر مهم من مصادر الدخل القومي، وإلى القضاء على السلبيات التي تسيء لمصر وتنفر السائحين عن طريق الإجراءات التالية: 1 عمل دورات سلوكية إلزامية عن طريق قطاع تطوير العاملين بالسياحة لهيئة تنمية وتطوير مصر لجميع العاملين بالسياحة والمتعاملين مع السياح كالصائفين وبائع البازارات وعمال الفنادق ومكاتب السياحة، ولا يصرح ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على هذه الدورة. خامسا مشروع مصر شمس العلم والأخلاق. يتضمن هذا المشروع قراءات تحقيق فهوم في التعليم واستخدام أحدث الوسائل في ذلك في جميع مراحل التعليم كالآتي: إضافة مادة الأخلاق الحسن إلى جميع مراحل التعليم من الابتدائي حتى جامعة لتنشيط أولادنا على الأخلاق الحسنة. تطوير المناهج الشخصية في جميع مراحل التعليم ليتناسب مع تاريخنا وقيمنا الدينية والاجتماعية والمستقبل الواعد لمصر، مع تجربة المناهج على بعض المدارس لتقييمها قبل تعميمها على الجميع. إنشاء موسوعة علوم مصر، وهي عبارة عن تطوير مكتبة إلكترونية للجامعات المصرية لتضم كافة الأبحاث بالعلوم والطب والهندسة
زراعة بيضة. سادسا مشروع مصر خيرها كتير. اولا الثروات النفطية، يتضمن هذا المشروع استكشاف الموارد النفطية والمعادن في مصر اعتمادا على الخبرة المصرية الخالصة لتعظيم الاستفادة من مواردنا وصيانة حقوق المواطنين فيها بدلا من الاعتماد على الاجانب في البحث والتنقيب لتجنب الحصول على نسب غير عادلة من ثرواتنا الطبيعية. سابعا مشروع أنت في عيون مصر، يهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات ورعاية من الدولة تجاه كافة المواطنين بلا أي تمييز، مما سيؤدي بإذن الله تكاتف بين المواطنين والدولة لتحقيق التقدم المنشود. طريق الآتي: أولا الرعاية الصحية، فحص طبي شامل إجباري مجاني كل 3 سنوات لكل مواطن من جميع الأعمار للكشف المبكر عن الأمراض، ولا تتم المعاملات الحكومية كتجديد البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة إلا بعد إتمام الفحص الطبي، ويقوم بهذا الفحص شباب الخدمة العامة من الأطباء. إلزام شركات الأدوية العاملة في مصر بتوريد نصف الضرائب المستحق عليها بسعر التكلفة وزارة الصحة لدعم العلاج لغير القادرين. 3 صرف الأمراض المزمنة لأصحاب الدخل البسيط مجانا ومدعمة وتمول من الصناديق الخاصة لزيارات المستشفيات ومن بعض الصناديق الخاصة الأخرى. ثامنا آخر محور من محاور برنامج السيد المشير، مشروع مصر خالية من الفساد. أولا للقضاء على الفساد الإداري والمالي والساطة في الحكومة. إنشاء إدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات لمنع الفساد المالي وسرقات المال من المنبع، تختص بتسلم مصاريف كل مناقصة بيع أو شراء تزيد قيمتها عن 50,000 جنيه لجميع الجهات الحكومية، وتنقل عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات صباح يوم المناقصة أو العطاء إلى مقر الشركة. تشكيل إدارة جديدة تسمى إدارة تفاضل الكفاءات، ومن كبار والعاملين المشروع حسب بكل مصلحة أو شركة حكومية، ولا تكون خاضعة لرئيس المصلحة أو رئيس الشركة، مهمتها المفاضلة بين الكفاءات التركيات فيها. بالنسبة لهذا البرنامج تم شرح أو تم الكلام عن المحاور الأساسية دون التداخل في تفاصيل ممكن تكون متعبة. فنتمنى أيها الحضور الكريم، مصر هي الأمانة وأمانة في رقابنا جميعا. المواطن قبل القيادة في الدولة أو المسؤول في الدولة. فالمطلوب منكم أيها الحضور الكريم أن تنزلوا وتشاركوا وتحشدوا إلى الذهاب إلى صناديق الانتخابات وتقولوا كلمتكم بكل حرية وشفافية. محدش يقول السيد المشير هيكسب، ده كلام في قلب الغيب، ده حاجة يعلمها ربنا. والانتخاب فيها المفاجآت، مش عايزين نتواكل ولا نتكل على هذه الكلمة. اقولها لما انزل السنتين واقول صوتي واجيب غيري يقول صوتي برضه. فواجبنا وواجب كل وطني محب لتراب هذا البلد ان ينزل ويشارك ويحشد الناس للنزول الى لجان الانتخاب. مش عايزين كسل، مش عايزين تخاذل، مش عايزين
دي فرصتنا واللي هنبني بيها مصر اللي احنا عايزينها. ما تضيعوش الفرصة من ايديكم. دي فرصة مصر الكيسة القوية. فالخطأ القاتل والغير مغتفر لشعب بورسعيد على اساس ان دي محافظتنا واحنا بنتكلم فيها، حتى لا تلعن الاجيال القادمة اللي هي الاطفال الصغار لما يجي يقول لك كانت في فرصة واجدادنا وابائنا لم يتمنوها ولم لا استخدام. فنرجو نقف جميعا وبقوة خلف السيد عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسا للجمهورية. نريدها بإذن الله وبمشاركتكم وبنفسكم 90% نسبة النجاح تطويقا له على الأقل، فهو الوحيد عادل بورسعيد ده لتكون يجب ان نتعلم من اخطائنا السابقه ولا نكررها. الحضور الكريم اشكركم واشكر جميع الحاضرين كبيرا وصغيرا على حسن ضيافتكم وتعاونكم وسماعكم واستماعكم لكلماتي. واخص بالشكر الحاج خميس محمد عطوة، الحاج منصور عبد الكريم متولي، الحاج احمد محمد علي البغدادي، الحاج السيد محمد ابراهيم، الحاج مصطفى الديدموني، الحاج ابراهيم عبد المجيد، الحاج جمعه محمود، السيد المرسي محمد المرسي، الاحمدي محمد عطيه، الحاج فرحات عبد الله، الحاج القادر الشحات، الحاج صلاح محمود سمره. واشكركم صغيرا كبيرا خوفا من الغلط والنسيان عشان ما حدش يزعل مننا. اشكركم جميعا. والكلمة الآن مع الأستاذ رؤوف شمندي الأمين العام لنادي الشباب المصري هتضوء على هذا التحول للخريطة الانتخابية. بعد مساء الخير